حضرتك نفسك مكانه هتلاقيه بيفكر بمنطق ان انا مانيش عايز ادي لحد فكره ان ده الربع المعطل ولا الثلث المعطل ولا لما يمشي يبقى الدنيا هتقف. لكن في نفس الوقت لا شك انه داخله عنده يقين بانه هذه الجمعيه كي تكون وكي يرضى الضمير الوطني عن الضمير الوطني. ده بالنسبه لي انا امي واخويا واختي، انا بتكلم بجد يعني. الناس غير المنتمين لاي حزب ولا ايديولوجيه ولا لما يبص للجمعيه دي بشكلها ده يقول لك ايه ده، ما فيش الازهر وما فيش الكنيسه وما فيش ممثلين عن كذا وكذا، هتبص يقول لك ايه ده الامر فيه غصه، في كده في الحلق غصه. لا، انا عايز هؤلاء الناس غير المنتمين ايديولوجيا او حزبيا ان هم يستشعروا ان هذه جمعياتهم التي تعبر عن مصالحهم ومبادئهم وقيمهم، وهو ده اللي انا في تقديري انه الان مش متحقق، وهناك اجماع على كده. انا متاكد من هذا، انا متاكد ان في اجماع على انه النهارده احنا ما احناش في وضع توازني، لكن اعتقد ان الجهود بتبذل من اجل ان هذا الوضع التوازني. لا يعني لا افشي سرا، خليني اقول انه كتير من اقطاب جماعه الاخوان المسلمين او الحريه والعداله بيقولوا لنا كده، يعني بيقولوا لنا احنا مش راضيين، احنا يعني حضرتك عارف ده، انما في النهايه الموقف السياسي يعني القناعه شيء والموقف السياسي المعلن واضح ان هو مختلف. والله يا فندم انا في تقديري المتواضع يعني انا هقول لحضرتك مش عايز برضو انا اكشف اسرار، بس انا عايز اطمن الناس نسبيا. يعني مثلا لما نيجي نقول ايه، كان في نقاش في يوم من الايام عن مدنيه الدوله، وناس كتير قوي قال لك السلفيين رافضين المدنيه، لكن تعالى مع السلفيين وهم، وانا مش بتكلم عن السلفيين بمعنى ان هم دول ناس اجانب، لا هم اهلنا اخواننا. يقول لك يا سيدي طب مدنيه الدوله ده مفهوم انتم حتى في العلوم السياسيه بتقولوا انه مفهوم غامض، طيب ما رايك في مفهوم مدنيه السلطه الحاكمه؟ اقول له طب ما هو ده احسن حتى اوضح، يعني ان السلطه الحاكمه دي ما هياش بقى شويه مشايخ اجتمعوا وقال لك هو ده الخليفه بس، او انه دي حتى يعني انا حتى التعبير اللي هم ابتكروه والحقيقه هم ابتكروه فعلا